وريني. يلا لهم بحبحوا. بوحو لهم بحبكم يا خالتاتو. اتوتو. كل سنة وانتم طيبين. بدين اهو قول لهم يلا بحبحوا. بوحو كل سنة وانتم طيبين. دين. استمست على الناس النشيطة الكويسة، نقوله بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بشارككم يومياتي بكل تفاصيلها زي ما انتم متعودين معايا. هنبعبع مع بعضينا شويه وهقول لكم بقى ايه اللي انا اكتشفته في الست لولي، وربنا يستر يا اخواتي. يعني بصوا انا بصورها كده بالصدفه بعد ما جهزتهم، وانتوا هتشوفوا كل حاجه بنفسكم، بس الله المستعان. ان شاء الله انا مستبشره خير، وبما اني جربت الموضوع ده قبل كده فيعني ايه مش خايفه قوي يعني. المهم عايزاكم تحطوا لايكات كتير للفيديو عشان دعمكم يوصلني وتشهيصوا لي النفسيه كده على قد ما تقدروا. ولو انت جديده يا ست الكل اشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي الفتره الجايه. فزي ما انتم شايفين كده يا اخواتي، اول حاجه بدات ان انا اعملها اجهز كده بناتيتي الحلوين. مسكت لولي اديتها شاور، الصراحه كانت محتاجه ان هي تاخد شاور، انما تويا لا. عايزه اقول لكم ان انا بحميهم كتير الفتره دي، ففعلا ده تعبهم مني، وانتوا عندكم حق طبعا في كل الكلام اللي بتكتبوه لي ان هم دايما تعبانين بسبب الشاور الكتير. والجو اصلا الفتره دي متقلب جدا، الصبح حر نار وبالليل بيبقى فيه لسعه هوا كده يعني. برضو كاطفال ما يتحملوش تقلب الجو بالشكل ده. والله يا اخواتي انا حاولت على قد ما اقدر ان انا البسهم حاجه يعني ما تبقاش كبيره قوي برضو عليهم، ويحاولوا ان هم يتحركوا فيها بسهوله، لان طبعا يعني ولاد عمهم وعمتهم هيكونوا موجودين، فحركه هتبقى كتيره فتبقى حاجه مريحه بالنسبه لهم. فلبستهم الهدوم دي بما اننا مش خارجين بره، يعني مش نازلين في مكان عام، احنا رايحين بقى من بيت لبيت والكلام ده كله. فالله المستعان. كنت هقول لكم ايه، اللهم صل على النبي. وانا يعني بلاعب لولي كده لاحظت عليها، مش عارفه انتوا اخدتوا بالكم ولا لا، وهي بتقف رجليها حادفه شمال، يعني رجليها الشمال حادفه شمال. ماشي، انتوا فاكرين طبعا مين اللي كان عندي كده من اولادي؟ واللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب. في ناس كتير قعدت تقول لي ده محتاج علاج، مش عارفه علاج بيولوجي ولا حاجه كده يعني، ولبسي الكوتش بالمشقلب اليمين في الشمال والشمال في اليمين، واعكسي مش عارفه ايه، يا اما يحتاج ان رجله تتكسر وترجع تترد تاني، او يعني ان رجله كده لازم دكتور عظام يشوفه. وقتها الحمد لله انا رحت لدكتور استشاري، دكتور كبير جدا في مصر الجديده، وشافه وقال لي وقتها ان هو مش محتاج اي حاجه خالص، وان هو كان لسه بيبدا يوزن نفسه على الارض وبيبدا ان هو يمشي، فما اقدرش ان انا احكم عليه. فانا هستنى برضو هعمل كده مع لولي لغايه اما تثبت كده على الارض وتبدا ان هي تمشي، وبعدين نشوف انا هعمل معاها ايه. المهم خلاص كده جهزتهم ولبست كمان عموري وتوكلنا على الله. بدأنا ان احنا ننزل من البيت، وكالعادة متأخرين، احنا حياتنا كلها متأخرين فيها في كل حاجة، فدايما وقتنا بيكون خلاص على الحركرك. احنا رحنا على الأذان بالظبط، مع اني والله العظيم من بدري عمالة يلا 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 يلا، بس عمر وبابا بقى رايقين قوي. بس باباهم كده كان نازل كان بيجيب حاجة، واحنا كنا قاعدين بقى، وعموري الحمد لله كان ربنا هديه، ربنا يا رب يهديك يا ابني كمان وكمان، واقتنع ان هو يقعد ورا كامل ارادته، محدش غاصب عليه ولا حطيناه في مساومات ولا عملنا اي حاجة. فهو الغزالة رايقة يعني من نفسه، لما بيكون رايق كده وهادي بيعمل الحاجة، ما بيحبش حد يعني يجبره على حاجة هو مش عاوز يعملها. فكل مرة بيبقى فيه مشكلة ويقعد يصمم ان هو يقعد في النص، ونقعد نقول له ارجع ورا، خلاص مش هنمشي، خلاص هنطلع، مش رايحين في حتة. بس الحمد لله اليوم كان لذيذ والله العظيم. انا كمان عارفين يا بنات مفتقدة قوي الجو الاسري، لمة الاسرة وان احنا نكون متجمعين ويبقى فيه اولاد كتير. انا مفتقدة قوي الجو ده. اللي حافظني كويس جدا يعني وعارف انا بحب اكل ايه ومش بحب اكل ايه، هيبقى عارف ان انا اخر واحده ممكن اتجمع في يعني اكل كده معين، اخر واحده ممكن اروح. بس انا والله العظيم كنت مبسوطه وفرحانه جدا، يعني رحت عشان كنت حابه ان انا اشوف سلفتي الكبيره. ربنا يا رب يدوم علينا كده المحبه، وكنت حابه كمان ان احنا نتجمع كلنا واولاد العيله يبقوا متجمعين، فكنت مبسوطه الصراحه. اليوم كان لذيذ واليوم كان حلو قوي. معلش يا تويا، انا بقالي اكتر من نص ساعه بحاول
ان انا اسكتهم عشان اسجل لكم الفيديو، وربنا اللي عالم قد ايه انا تعبانه، لان تعبي عمال يسرح على رقبتي، يعني تعب نزل من دماغي على عيني على رقبتي، زي ما يكون الوجع عمال ينتشر، مش عارفه سببه ايه. بس سبحان الله والله العظيم يا بنات، انا في الفتره دي كل ما تبقى في حاجه شغله تفكيري او تعبه نفسيتي او عندي، يعني انا الفتره دي عندي مشاكل بصراحه، مشاكل تعباني نفسيا، متضايقه من نفسي لان عارفه ان انا غلط، ومش عارفه اجيبها لكم ازاي، يعني اللي هو انا زعلانه من نفسي وعلى نفسي من الاخر. و يعني في لحظه غضب قلت كلام ما ينفعش ان هو يتقال، الدنيا شعللت نار، كلمه من هنا على كلمه من هنا، وكله خلاص بقيت انا اللي وحشه في الاخر. بعيدا عن اي حاجه وبعيدا عن الظروف اللي بمر بيها الفتره دي، خليني بقى ارجع لكم تاني للنقطه اللي انا عايزه اقولها لكم. على طول الراديو عندي شغال، وزي ما انتم عارفين البرامج اللي بتتقدم فيه قبل الفطار بيكون مثلا مذيع مستضيف شيخ وبيتكلموا على المشاكل والحاجات اللي بتحصل وكل الحاجات دي، او اي حاجه ايا كانت. اقسم بالله عايزه اقول لكم كأن في كل مره كأنها رسالة متوجهة. سبحان الله، انا حاسة ان انا طبعا حياتي اتغيرت عن الاول كتير، بعيدا عن الكسرة اللي انا فيها، وان انا حاسة ان انا ظهري مقسوم وزعلي وقهرتي الفترة دي، الا ان انا شايفة اني لا، انا بقيت استمع، بقيت منتبهة ان انا عايزة اعرف مثلا اعرف في ديني اكتر، اقرب من ربنا اكتر، ابقى شايفة انا اللي انا بعمله ده حلال ولا حرام، ده حقي ولا مش حقي، انا ماشية صح ولا ماشية غلط. ويعلم ربنا يا بنات والله العظيم، ربنا وحده اللي عالم باللي في نيتي واللي عالم باللي في قلبي. ايوه بزعل طبعا، انا بشر طبعا، يعني احنا كلنا بشر، ممكن يحصل موقف يكسرك، يخليكي زعلانه، يخليكي شايله، يخلي قلبك مليان، موقف يعني ما يتنسيش، يفضل دايما شريط شغال قدام عينك. بس المشاكل اللي حصلت في الفترة الأخيرة أقسم بالله العلي العظيم إن هي لا كانت مقصودة ولا كانت أي حاجة خالص، ويعلم ربي وشاهد على كل كلمة بقولها. الواحد بيتكلم بنية خالصة لله، بعفوية، بتلقائية، عادي. الواحد مش حاطط تجاه اللي قدامه أي حاجة ولا أي خوانة ولا أي حاجة خالص. يعلم ربنا ان انا بقول لكم الكلام ده بحرقة قلب، وربنا اللي عالم بحالي ان قد ايه انا نفسيتي تعبانة، وقد ايه المشاكل دي مأثرة عليا جامد جدا. واللي عملته يعني الحمد لله، انا اللي عملته اول حاجة عند ربنا، بس اللي عملته كتير، والاخر انا اللي طلعت وحشة. بس لو سمحت سيبيها بعد اذنك يا بنت، سيبيها. انا اسفه لو انا مش بتكلم، انا دايما متوتره، انا حتى صريخ عيالي وزعل، يعني عياط عيالي بيتعبني، انتوا متخيلين؟ بحس ان انا تعبانه، دماغي تعباني، فيا حاجه غلط، مش قادره اكون طبيعيه زي الاول، نفسيتي شايله بطريقه مش طبيعيه. ما تحس ان كل اتجمع عليكي مره واحده، الكل مطلعك ان انتي مره واحده مش كويسه بعد كام سنه. الوضع معايا صعب فوق ما اي حد في الدنيا يتخيل، ايا كان وجهة نظرهم من ناحية المشكلة ايه، ايا كانت هم شايفين نفسهم هم صح ولا غلط، محدش بيطلع نفسه غلطان في الاول وفي الاخر. لو اقول لكم ان انا فعلا نفسي افتح قلبي، لو ضربتيها تاني يا تيا هضربك، نفسي فعلا افتح قلبي والله العظيم واحكي لكم الموضوع من اوله خالص لغاية النقطة اللي احنا فيها. بس فعلا مفيش حاجة في الدنيا مستاهلة. معلش يا لين، معلش خدي يا لول، خدي، معلش يا عمر، لو سمحت مالكوش دعوة بيه. انا بصراحة مش قادرة ان انا اتعافى من المشاكل، مش قادرة. ماشي، الموضوع فعلا حزز في نفسيتي، وكل ما افكر اقول ورا ظهري وما افكرش، ومش مشكلة في داهية، كل حاجة تحت رجلي، ارجع تاني اقول لا يا بت ده حقك، ما ينفعش ان انت دايما تكون انت اللي يعني عادي، اصل انت هتخافي على زعل اللي قدامك واللي قدامك مش خايف على زعلك. والله العظيم ما عارفه اقول لكم ايه، يعني مشتته، مش عارفه اخد قرار لوحدي. متعوده طبعا ان انا بشارككم كل حاجه، بس الوضع فعلا حساس بجد. انا مش عارفه اقول لكم ايه والله العظيم. اخر حاجه حابه ارد عليها، انت حامل.
لا يا بنات انا مش حامل، وتعبي ده تعب نفسي وتعب جسدي بسبب مشاكل انا فيها، وانا مش حامل. بس هسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع